لا بيلا أنطونيا فيلم إيطالي أنتج عام 1972 من بطولة الرائعة أدوج فينش، حيث بيحكي الفيلم عن رسام وصل ضيعة نائية ليرسم بنت أغنى رجل بهالضيعة وهي أنطونيا، وبيحاكي الفيلم مغامرات الرسام النسائية بهالضيعة بطابع كوميدي. وبنرجع لأحداث الفيلم حيث بنشوف الرسام وصل الضيعة وبيكون اسمه كلاديو، ووصل لعند أوتيل وبتكون باستقباله امرأة بغاية الجمال وهي مرت صاحب الأوتيل، وبتعرض عليه خدماتها من أكل وغرفة ظريفة وخلافه، وبيحكي له إنه هو من ميلانو وجاي حتى يرسم بنت سيد الضيعة. وفعلا بنشوفه هو عم يرسمها، بس ما تخليه يكفي الرسمة لأنه ايده طويلة شوي والنوايا عاطلة، لكن الخدامات ما بيحبوا يروح زعلان والترضية واجبة للضيف. المهم بنعرف بعدين انه انطونيا بتحب شخص وابوها مو راضي يجوزه لانه بده مهر اكبر، لهيك بيبعث رسالة مع خادمه لابو العريس، والخادم بياخد معه كلاديو لانه بيكون خايف من طباع ابو العريس. وهونيك بيعرف ابو العريس انه كلاديو رسام، وبيطلب منه انه يرمم لوحة جدارية موجودة عنده، وبيقبل كلاديو وبيطلعوا من عنده وبتلحقون الخدامة لانه بيكون ناسي طاقيته، وبيطلب من الخدامة انه يرسمها وبياخدها على مكان بعيد وبيرسمها رسم ما صار ولا كان مثله. ما علينا. وبنرجع لعند ابو انطونيا حيث بنعرف انه نسونجي كتير ومدمن على حب الخادمات، ومرته بتعرفه مزعوجة منه كتير، وبنشوف رسامنا مع انطونيا وهو عم بيتحركشها وهي بتنزعج منه وبيقلها ما في داعي تعملي فضيحة كرمال شوية حركات، وبتقله كل هدول وشوي، وبيقلها بامكاني انا اعطي المزيد. واحفظوا هالجملة كتير منيح، وبتدور احداث كتيرة ومشوقة ما راح نتطرق لها حفاظا على متعة المشاهدة. وبتقرر أنطونيا إنه تترهبن لأنه أبوها مو راضي يعطيها للي بتحبه، وفعلا بنشوفها بالدير وبيزعل وبينزعج العريس كتير، لهيك بيقرر كلاديو إنه يساعده، بيخليه يلبس لباس الراهبات وبيدخل لعندها على الدير، وبالدير بتصير كتير أمور عيب ما بيصير أحكيها لأنه، وبيصير أبو العريس بيدور على ابنه وبيقول له كلاديو إنه ابنك بالدير عند أنطونيا، وبيروح على الدير وبيطلب انه يفتش الغرف كرمال يدور على ابنه. وبهالاثناء بنشوف الرسام وهو ببيت ابو العريس وعم بيقوم بدور انساني بحت بحق ام العريس. وبنرجع لعند ابو العريس حيث ببلش تفتيش، وهنيك بيلاقي الدير اسكت يا لساني. المهم بيلاقي ابنه وبيقرروا يجوزوهم لبعض، وبالعرس بنشوف انطوني جنب الرسام وهي اللي صارت تتحركش فيه، وبتقول له ما في داعي تعمل فضيحة كرمال شوية حركات، وبيقلها كل هدول وشوي، وبتقول له فيني اعطيك اكثر. وفعلا بتقول لعريسها بدي كلاديو يرسمني، وبتخلي الخدام يلبس لباس مرأة وبيوقف على الشباك على اساس انه هي، وهي بتكون عم تعطي اكثر واكثر للرسام، وبيدخل العريس بس بيكون سكران وما مميز بين انطونيا والرسام، وبيخلص فيلمنا ونحن عم نشوف كلاديو وهو عم بيودع صاحبة الاوتيل والخادم ودمتم سالمين.